انا مش هكلمه، انا هفهمه غلط بس. في البداية عاوز اوجه كلمة لكل واحد دخل وعلق على تحليلنا الماتش الاهلي وبتروجيت. كل اناء ينضح بما فيه، يعني كل واحد بيعبر عن بيئته وشخصيته. فانا بشكر كل واحد دخل وعلق باحترام، سواء كان تعليقه ايجابي او سلبي، وهي دي الناس اللي انا بكون مبسوط وهي مشتركة في قناتنا وبتتابعنا. اما بالنسبة لكل واحد دخل وشتم، فانا لو رديت هكون بعمل لك قيمة. فالخلاصة ان البرنامج ده اهلاوي وغير محايد، فلو انت بتشجع اي فريق تاني وحابب تشاركنا باحترام فهتكون على راسنا من فوق. اما لو انت داخل عشان تقل ادبك وتروش فانت هتكون من ضمن الناس اللي بينطبق عليهم لقب بواب، ومش هرد عليك. ولو انت داخل عشان تكتب انت بتقلد عفيفي والتعليق ده حرقك وعامل لك تبول لا ارادي ومش قادر تمسك نفسك، عايز اسال حضرتك سؤال من غير نرفزه وبهدوء شديد جدا يعني. انت مال امك؟ سوري انا مش فاهم الجمله، بس ساوندز لايك شتيمه يعني. لا شتيمه لسه جايه، كلمه واحده كمان وهذكر الست الوالده بافظع الشتايم والاوصاف في امريكا وفي مصر. في اخر ماتش وقبل الدوري ما يقف بسبب معسكر المنتخب واللي بنستعد فيه الماتش غانا، الاهلي بيفوز على طنطا 1-0 عشان نحقق اهم هدف من الماتش، وهو ان احنا ناخد ال3 نقط ونخرج من نفق التعادلات واللي استمر معانا ماتشين، ونرجع نتصدر جدول الدوري. وخليك فاكر الاهلي لما بيركب ما بينزلش. دخل الاهلي ماتش طنطا بخطة اللعب اللي اتعود عليها، وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى المنقذ شريف اكرامي، 4 في خط الدفاع سعد سمير واحمد حجازي في القلب، على يمينهم احمد فتحي وعلى شمالهم علي معلول. 2 في وسط الملعب المتطور عمرو السولية والكابتن وحسام غالي، قدامهم 3 في القلب عبد الله السعيد، على يمينه الحاوي وليد سليمان، وعلى شماله ميدو جابر، تحت مهاجم وحيد هو جونيور اجاي. كل ماتش بيكون ليه ظروفه، وسواء كانت الظروف دي ليها علاقة بفريقنا او ليها علاقة بالفريق اللي هنلعبه، المهم يكون المدرب عارف الظروف دي كويس عشان يقدر يحط اسلوب وطريقة اللعب المناسبة لكل ماتش، ورسم السيناريو الاساسي لسير الماتش، وكمان السيناريوهات البديلة اللي ممكن يستخدمها لو حصل اي مفاجأة في الماتش. السيناريو الاساسي اللي كان حاطه حسام البدري في دماغه الماتش طنطا ما كانش ليه اي علاقة بالواقع، لانه كان متوقع ان فريق طنطا مش هيقدر يقفل دفاعه ويضيق المساحات على لعيبة الاهلي بالشكل ده. وحتى السيناريوهات البديلة كانت بلح، لان احنا ما حسناش باي تغيير في اداء الاهلي خلال الماتش. ما تستغربش لما تعرف ان فريق طنطا اللي عمل ماتش من احسن ماتشاته من الناحية الدفاعية قدام الاهلي هو نفس الفريق اللي خسر 4-0 من المصري في الماتش اللي قبلنا على طول. لان في فرق كبير بين بدايات الفريقين للماتش. الاهلي بدأ ماتش طنطا وهو عاوز يستحوذ على الكورة ويمررها كتير ويعمل هجمات منظمة بتعدي على ال3 خطوط، الدفاع ونص الملعب والهجوم. فكان اداء الاهلي بطيء وساعد لعيبة طنطا على الرجوع للدفاع والوقوف صح. اما المصري بدأ ماتش طنطا ضاغط وحاطط فريق طنطا في نص ملعبه من اول دقيقة، وكان بينقل الهجمة بسرعة وبأقل عدد من التمريرات، فقدر يسجل جولين في اول 10 دقايق. في ماتش ممل ملل السنين، احساسي وانا بتفرج عليه هو نفس احساس اخر ديناصور فضل قاعد لوحده وكل اللي حواليه انقرضوا. الاهلي من اول دقيقة وهو بيحاول يدخل للماتش ومش عارف ليه، لانه كان عنده كرات كتير مقطوعة، ودي حاجة الاهلي ما تعودش عليها، وهجمات الاهلي ما كانتش بتكتمل وكان عمرها قصير. وكمان لان فريق طنطا فاجئ الاهلي من اول الماتش بالضغط العالي على لعيبة الاهلي في نص ملعبهم، ونجحوا انهم يخلوا الكورة في نص ملعب الاهلي لاطول فترة ممكنة، وقدر لعيبة طنطا انهم يسحبوا الاهلي واحدة واحدة لطريقة لعبهم. وكانت الحسنة الوحيدة اللي عملناها في الماتش هي ان احنا ناخد ال3 نقط. طبيعي ان اي فريق في العالم يكون عنده تغيير في المستوى من ماتش لماتش، سواء كان المستوى بيعلى او بيقل، بس اللي مش طبيعي ان يكون الفرق كبير قوي كده في المستوى. يعني ما ينفعش تكون خارج من ماتش الاتحاد تقريبا عامل كل حاجة في الكورة ومقدم ماتش يعتبر هو احسن ماتش للاهلي من اول الدوري بغض النظر عن النتيجة، وتيجي الماتش اللي بعديه ما تعملش اي حاجة ليها علاقة بالكورة وتقدم ماتش هو الاسوأ للاهلي من اول الدوري.
فلازم حسام البدري يستغل فترة توقف الدوري ويراجع حساباته ويشوف نقط القوة عند الأهلي ويقويها ونقط الضعف ويعالجها، لأن الدوري لسه طويل. ضغط لاعيبة طنطا على الأهلي في نص ملعبهم ما استمرش كتير، وبسرعة رجع لاعيبة طنطا لنص ملعبهم وقفلوا مناطقهم الدفاعية وبدأوا يضغطوا على لاعيبة الأهلي بمجرد ما الكرة تعدي خط نص الملعب. فكان صعب على لاعيبة الأهلي بالأسلوب والطريقة اللي بيلعبوا بيها واللي بتعتمد على الهجمات المنظمة والتمرير كتير إنهم يخترقوا دفاع طنطا. فقعدنا حوالي 13 دقيقة بنحسس وبنحاول نعرف الطريق لجول طنطا، وفي أول هجمة الأهلي لعب فيها كرة سريعة ونقلنا الكرة من الدفاع للهجوم بأقل عدد من التمريرات، واستغلنا تقدم لاعيبة طنطا قدرنا نعمل انفراد ونوصل للجول بسهولة، بس برضو ضيعناها بسهولة. لما يكون الماتش صعب وبتديه حجمه بيتسهل عليك، لكن لما تكون نازل ومتوقع ان الماتش سهل وما تديهوش حجمه بيتصعب عليك وبيهرب منك. احنا بقى سواء الماتش صعب بنصعبه اكتر على نفسنا، ولو سهل برضه بنصعبه على نفسنا. يعني ماتش طنطا المفروض نظريا ان يكون سهل على الاهلي، بس مستوى الاهلي هو اللي دخل لعيبة طنطا في الماتش وطمعهم فيه. وبالرغم من الفروق الفردية والجماعية والفنية بين الاهلي وطنطا وحتى فرق الخبرة بين اللعيبة، لكن كل الفروق دي ما ظهرش منها اي حاجة في الماتش، وكل اللي ظهر فريق ماسك كورة من غير اي فايدة وعاجز انه يخترق دفاع فريق مقفل دفاعه كويس. اول ما الاهلي بدأ يعتمد على الكرات العالية سواء من الدفاع او من نص الملعب او حتى في ضربات المرمى من شريف اكرامي، عرفت ان دي بداية لخسارة الاهلي رتم الماتش. والاهلي اضطر للكرات العالية لانه مش قادر يلعب كرة على الارض يوصل بيها من الدفاع للهجوم، وخصوصا مع تراجع مستوى عبد الله السعيد واللي كان بيقدر يستلم ويسلم تحت ضغط وينقل الهجمة من الدفاع للهجوم. وبالرغم من التغييرات الهجومية اللي عملها حسام البدري، لكن اداء الاهلي فضل زي ما هو وما اتغيرش كتير. يعني عبد الله السعيد شاط اول ضربة جزاء في ماتش الاتحاد وضيعها، ومؤمن زكريا دخل عشان يشوط التانية وبرضه ضيعها. فالناس كلها طلبت من حسام البدري انه يخلي علي معلول هو اللي يشوط ضربات الجزاء، لانه ما ضيعش ولا ضربة جزاء مع الصفاقس، ولما دخل يشوطها شاطها في نص الجول ودخلت بالعافية. انا بقول ان احنا نقضيها مفاوضات يا حسام ونرجع عبد الله السعيد تاني. الفرص اللي ضيعها مؤمن زكريا في ماتش طنطا كانت كفيلة انها تضيع علينا ثواب يوم الجمعة. يعني انت في الكرة دي قلشت وانت انفراد والمفروض مكانها الشبكة. يا ابني انا لاقيها منك ولا مش شيطان؟ سؤال الحلقة: ايه رأيكم في اداء الاهلي في ماتش طنطا؟ وايه هو سبب تراجع المستوى؟ مستنى اشوف اجاباتكم في التعليقات، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير في الخير. محمود ماشي من ناحيه اليمين، هيقلب العرضيه، يا جسمك يا مورجان، يا يمينك يا تامر، هوبا، الله الله الله، 3-3 بوكس يمين
ايه ده؟ بوكس شمال، يا نهار ابيض، وقع تامر على الارض. هي دي التحيه في بطنه. يا نهار ابيض يا برجر، ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى، ما لحقتش تتهنى يا حبيبي.